السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ونبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزين نتكلم عن قاهر الدهون وقد ايه هو مفيد جدا وفعال جدا مع ست البيت في شغل البيت، وقد ايه هو بيسهل عليكي اي حاجة ممكن تكوني عايزة تشتغلي بيها. هعرفك ازاي تستخدمي قاهر الدهون من غير ما يتعبك، من غير ما يوجع ايديكي، من غير ما يضايقك خالص. بصي يا ست الكل، انت ما عليكي غير انك تبتدي انك ترشي القاهر الدهون ده على الحاجة اللي انت عايزة تشتغلي عليها، بس وهي سخنة. يعني نكون مثلا لسه مخلصين شغل على البوتاجاز ونبتدي ان احنا نرش عليه قاهر الدهون، فبكده هتكوني ضربتي عصفورين بحجر. الحاجة سخنة، فهتتفاعل مع قاهر الدهون بسرعة، هتخلي انه الدهون تسيح بسرعة اسرع، وهتقدري ان انت ساعتها تغسليه بسبونشة بس، ولا هتقعدي تتعكي ولا تعملي اي حاجة. هتمسحي بسبونشة فقط كده، هيلملك كل حاجة عندك. الحاجة التانية لما تكوني عايزة تستخدميه على مثلا الاواني البلاستيك، الحاجات اللي هي ما بينفعش ان انت تستخدميه عليها، لابد ان انت تخففيه عشان ما يحصلش اي حاجة تضر الحاجة اللي انت بتغسليها. يعني مثلا انا استخدمه على السيراميك، اخففه بشوية مية واخد بالسبونشة على السيراميك واعمل، مش هرش على السيراميك فيبيض مني ويبوظ. تمام. طب انا عايزه استخدمه على الشفاط وعلى الجريلات وعلى البوتاجاز يا مدام دعاء، وعلى الحوائط وعلى الاحواض الاستانلس وعلى الحلل الاستانلس. بصي بقى، انا قلت لك على البوتاجاز وهو سخن تروحي رش عليه وتدعكي بسهوله جدا. طيب الحله الاستانلس نفس الوضع، انا ممكن اسخنها او تكون لسه شايلاها من على النار وابتدي ان انا اشتغل فيها. لكن السيراميك عادي ان انا برش واسيبه ربع ساعه 10 دقايق واشتغل، وادعك على طول بسلكه او بسبونشه او اي حاجه، ويستحسن السلكه لانه ده سيراميك مش هيحصل له حاجه، مش خايفين عليه انه يحصل له حاجه يعني. تمام. الحاجة التانية، لما يكون هنستخدمه على الاستانلس، الحوض مثلا او الحنفيات، الحاجات دي هرشه واسيبه برضو 10 دقايق، بس اكون متأكدة ان الحاجات الحوض ده مثلا استانلس، مش مثلا زهر من حاجات معينة، لانه في حاجات يعني مثلا البوتاجاز الاستانلس لو هو ايطالي يبقى مش بيتوافق مع القهر الدهون، لازم اخففه. لكن لو هو ايطالي اخففه، لكن لو هو بقى مش ايطالي لا عادي ارش عادي مفيش مشكله. المهم اكون عارفه اذا كان البوتاجاز بتاعي ايطالي ولا مش ايطالي، اكون فاهمه الاستانلس بتاعه. الاستانلس بتاع الحوض تقريبا ما بيبقاش فيه منه ايطالي الا يعني نادر جدا لما بيكون حد عامل ان هو ايطالي. عندك بقى الزهر والبانيو والقعده والحاجات دي، لا احنا نستخدم لهم بقى بدل قاهر الدهون نستخدم لهم منظف الحمامات، لان هو امن جدا اكتر على الحاجات الزهر، على الحاجات طب افرض الحوض بتاعي زهر اصلا يا مدام دعاء من القديم ده، اللي هو الصيني، اسمه الصيني بقى مش زهر، ولونه ابيض وبيبقى فيه دهون، ساعتها هضطر ان انا استخدم قار الدهون، ومش هيعمل له حاجه ومش هيبوظه ومش هيحصل له اي حاجه. بس اكون زي ما قلت لك كده، اكون عارفه انا بستخدم ايه فين وقت ايه وامتى وازاي وليه وكل حاجه من الحاجات دي، عشان اكون اخد اكتر اقصى استفادة ممكنة من المنتج اللي انا بشتغل بيه، عشان اقدر اجيب نتيجة تنفعني جدا وتخليني ان انا اقدر اشتغل بيه مرة تانية ومرورا وتكرارا. والاحسن ان الحاجة تكون سخنة زي ما انا ما قلتلك، ويمنع استخدامه على البلاستيك الخفيف. لكن لو انا هخففه بمية خلاص استخدمه عادي مفيش اي مشكلة. لو انا عندي مثلا الايه الزراير بتاعه البوتاجاز بلاستيك، اخففه واشتغل عليها برضو، ما رشش مباشر عشان ما تبيضش وتجير. طب يا مدام دعاء البوتاجاز انا غسلته وبيض وجير، بصي بقى هقوم جايبه ليفه بصابونه دعكه ومسحه بحته مبلوله وبعدين منشفه بحته ناشفه، ما تقلقيش كل ده هيروح بسرعه. اشتغلي زي ما انا ما بقولك بالظبط كده، وان شاء الله باذن الله هتلاقي النتيجه مبهره مبهره مبهره. طب يا مدام دعاء اقدر استخدم قهر الدهون في ايه تاني في البيت؟ يعني مثلا
لو استخدمته على البوتاجاز اللي هو الأبيض اللي مش stainless ينفع؟ ينفع. لو أنا البوتاجاز بتاعي الأبيض ده بتاع زمان بيقشّر أخفّفه، لكن لو ما بيقشّرش أشتغل عادي، أرُش وأكمّل عادي وهو سخن وأشتغل. الجريلات زي ما أنا ما قُلت لكم نسخّن ونرُش ونسيبه ربع ساعة ونشتغل. في ثواني بسم الله ما شاء الله هتلاقي الدنيا ما شاء الله بقت زي الفل معاكِ، كل حاجة هتطلع بسهولة جدًا، جدًا فوق ما تتخيلي. عايزاكِ ما تخافيش وأنتِ بتشتغلي بقهر الدهون، ولو أنتِ حساسة البسي جوانتي، لو أنتِ مثلًا نَفَسِك بيتكتم بسرعة عندِك حساسية يا ريت لو ترُشّي وتبعدي. هو يعني مش قوي جدًا لدرجة إن هو ممكن يعني يضايقِك أو يتعبِك، بس ممكن يكون المرضى ما يقدروش يستحملوه، يعني أنا أستحمل غيري ما يقدرش يستحمل، فالأحسن إن أنا أحافظ على نَفْسي، أرُش وأبعد أو ألبس ماسك. ولو إيديّا بتتحسّس يعني أنا الأول كنت باشتغل بيه عادي، بس إيديّا بتتحسّس، بقيت ألبس gloves أحسن لإن أنا عندي حاجة يعني عندي حاجة في صوابعي تعبانة، يعني عندي مرض في صوابعي اسمه صدفية مفصلية، فما أقدرش أستحمل أي منظف على إيدي غصبٍ عني، أي صابون، أي حاجة، هو كده سبحان الله من عند ربنا، فأنا ما ينفعش أستخدم قاهر الدهون من غير ما ألبس gloves، فألبس gloves أحمي نفسي. تمام، مش معنى كده إن المنتج يعني قوي وصعب والتعامل معاه والكلام ده كله، لأ، لأ طبعًا، لأ، هو بقى بتختلف من طبيعة بشر لطبيعة بشر أخرى، تمام، فنرشه على المكان وهو سخن عشان ناخد منه أكبر استفادة ممكنة، ونمسح بس كده يا دوبك بالإسفنجة هيطلع معانا كل الدهون وكل الصعوبات وكل حاجة تتخيلوها وما تتخيلوهاش، حتى في الحلة السلس المحروقة لو سخّنتوها حتى لو جواها شوية مَيّة رشّوا حبّة عليها وادعكوا صدّقوني هتلاقوا النتيجة فظيعة، فظيعة فوق ما تتخيّلوا. على فكرة أنا صوّرت لكم أكتر من مرّة ضهر الحلل الstainless لمّا باسخّنها وارُش عليها وامسح كده بسم الله ما شاء الله زي الفل. هينفعِك جدًا في العزومات، في الحاجات اللي جاية كل سنة وأنتم طيبين، رمضان ربنا يعوده علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. هينفعكم جدًا، جدًا، جدًا في العزومات وفي الحاجات دي. فما تنسوش ان انتوا تشتروا قهر الدهون، انا دعاء رمضان بنت لاستر، هو موجود عندي في كل الفروع. و ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الشير بينفع الغير، فعلا بينفع الغير ان انت بتعرفي ناس تانية عن حاجات هما بيكونوا عايزين يستفادوا منها. ولو انت عايزة تستفادي اكتر ادخلي على الفيديوهات بتاعتي في القناة لو انت عايزة تشتغلي معانا. خدي لك لفة كده في القناة اعرفي انا بتكلم عن ايه وايه المحتوى بتاعي وايه اللي احنا بنشتغل في منتجات ايه، ولو انت حابه تبقي عميله عندنا وتشتري منتجاتنا وتجربيها الاول احنا تحت امرك، وما تنسيش تعملي لايك وشير عشان الشير بينفع الغير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.